بابا، يا ماما، أنا عارف إنكم بتحبوني وعارف إنكم بتتعبوا عشاني، بس في حاجات بتوجعني ومش بلاقي ليها رد. كل مرة اتعصبتوا عليا وما كنتش مستاهل، كل مرة زعقتوا وما فهمتوش أنا كنت أقصد إيه، كل مرة حكمتوا عليا من غير ما تسألوا وما حاولتوش تفهموني. أنا مش ملاك، أنا بغلط، بس كمان أنتوا بتغلطوا. بس الفرق إنكم عمر ما حد فيكم قالي أنا آسف، أنا مش محتاج هدية ولا خروجة ولا أي حاجة، أنا بس محتاج أسمع الكلمة دي: إحنا أسفين يا حبيبي، كنا غلطانين. عارفين الكلمة دي بتعمل إيه في قلبي؟ بترجعلي ثقتي فيكم، وبترجعلي إحساسي بالأمان، وبتخليني أحس إنكم شايفيني مش بس بتحكموا عليا. أنا صغير، بس لما بتغلطوا وتعتذروا بتعلم أكون بني آدم كبير بجد، يعرف يتحمل مسؤولية غلطه ويعرف يعترف ويصلح. لكن لو دايما انتوا الصح واحنا الغلط، لو كل حاجة بتحصل بتتحط علينا، هنكبر مش بنعرف نواجه ولا نثق ولا نصدق إننا نستاهل المعذرة. أنا ساعات ببقى مكسور بس بكابر علشان عارف إنكم مش هتقولوا آسف حتى لو جواكم ندمانين، بس الكلمة اللي ما بتتقلش بتفضل جرح مفتوح جوايا. كل مرة اتظلمت وسكت وجعتني، كل مرة اتفهمت غلط ومحدش رجع سألني قاستني. أنا مش بتمنى منكم الكمال، أنا بتمنى منكم الإنسانية، بتمنى إنكم تكونوا قدوتي مش بالكلام بس بالفعل والمواجهة والصدق. أنا طفل بس مش صغير على إني أسمع اعتذار ولا على إني أستحقه، وفي يوم من الأيام لما أكبر واغلط هفتكر إن بابا قال لي آسف، وإني مش لازم أكون عنيد ولا خايف علشان أقولها. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي عمره ما حس إنه وجوده يستاهل، لأنه دايما بيحس إنه زيادة على الحمل.